ليه مرعوب تقعد مع نفسك؟ ليه اول ما الدنيا بتهدى حواليك بتجري تمسك الموبايل وتتسحل في اي حاجه وخلاص؟ عشان انت خايف من اللي ممكن تسمعه. بعد ما دورت شويه فهمت ليه انا بخاف اقعد مع نفسي. ليه اول ما الاقي الدنيا بقت هاديه والوقت يسمح ان انا اقعد هادي ما بعملش اي حاجه، بجري امسك الموبايل وبعمل اي حاجه، بتفرج على اي حاجه. ليه ما بديش فرصه ان انا اقعد مع نفسي؟ عرفت ان ببقى خايف من اللي هسمعه من دماغي. هسمع حقيقه اني بضيع وقتي، او حقيقه اني مش راضي على حياتي، او اواجه خوفي من المستقبل. فكنت بهرب للدوشه، بهرب للاستوريهات وللريلز وللتيك توك. بس اسمعها مني كلمه، الرجاله بجد بتتبني في الضلمه، بتتبني في العزله. والعزله هنا مش معناها انك تبقى وحيد او تبقى كئيب. ممكن تعتبر العزله دي مثلا ساحه لتدريب عقلك مثلا، او وقت هتدرب فيه عقلك. اقعد مع نفسك، افهم نفسك اكتر. في ناس لسه ما تعرفش نفسها، ما يعرفش هو مين، عمره ما سمع لعقله، عمره ما قعد مع نفسه فهم نفسه هو عايز ايه، او ايه مشاكله، او ايه الحلول. حتى لازم تقفل باب الاوضه على نفسك بارادتك وتقعد مع نفسك بدون موبايل، بدون اي حاجه، وواجه نفسك واسمع نفسك. اسمع دماغك بتقولك ايه. لو مش عارف تتحكم في سكوتك وصمتك مش هتعرف تتحكم في اي حاجه في حياتك بجد. كنت دايما بقول لما بقعد مع نفسي انا مش ببقى قاعد لوحدي، ببقى قاعد مع اكتر حد فهمني، وهو الحد الوحيد اللي يقدر يغير حياتي. مفيش حد غيره ينفع يغير حياتي، مفيش حد بيغير حياه حد دلوقتي، مفيش حد بيغير حياه حد اصلا. افهم بس انك طول ما انت في وسط الزحمه انت تابع ماشي مع القطيع، لكن لما تبقى لوحدك في العزله مع حالك كده فانت الوحيد هنا، فانت الكبير، انت القائد. اقسم بالله بجد انا اكتشفت نفسي وعرفت مهارات كتير فيا، وعرفت حاجات كتير في شخصيتي مهمه جدا ان اعرفها لما عشت لوحدي فتره. قول لي ايه المشكله؟ ايه المشكله لما تجرب بس تضيع ساعه او ساعتين في اوضتك وتقفل الباب على نفسك من غير ما تمسك الموبايل خالص؟ جرب، شوف يعني مفيش مشكله ساعتين بس، وشوف ايه اللي هيطلع لك من جوه دماغك. ممكن والله يكون جواك وحش بس انت عمرك ما قعدت معاه، ولا عمرك فهمته، ولا عمرك شفته.